اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. معنا شاشة LG 32 بوصة. الشاشة دي بعد ما غيرت لها ليدات فصلت معايا بيانات، يعني الليدات منورة بس البيانات اللي بيعلي او بيوطي او اي حاجة في البيانات مش ظاهرة معايا. طيب كان ايه السبب؟ السبب كان عندنا في الترانزستور ده. الترانزستور ده طبعا اتفحم معايا، فطبعا عشان احل مشكلة الترانزستور دي طبعا رحت واخد كوبري او شامبر. الترانزستور ده يا اصدقاء بياخد طبعا 13 فولت. ال 13 فولت دي بيجي محولها لي للمسار ده اللي هما اول 4 اطراف من الكابل ده. تمام، بيودي معايا ال 13 فولت فين؟ لكارتة البانل، بتودي معايا للكارتة بتاعت البانل دي، بتودي معايا ال 13 فولت. فطبعا لما اتفحم معايا الترانزستور ده، فطبعا كده انا عايز اودي 13 فولت هنا للكارتة دي. فطبعا ممكن نستبدله طبعا بترانزستور تاني، او ممكن ان احنا ناخد زي ما قلت لحضراتكم ناخد شامبر او كوبري من الرجل اللي هي عليها 13 دي. انا طبعا ادي رجل وادي رجل وادي الطرف بتاع الترانزستور ماشي. هناخد من على الرجل دي اللي هو ال 13 فولت نوصلها بالمسار ده. هنا طبعا في ملف اهو، تمام، والملف ده واصل بالاربع اطراف دول، بيخش عليهم ال 13 بيروحوا فين؟ بيروحوا لكارتة البانل. وهو ده اللي انا عملته، خدت ال 13 فولت من هنا طبعا وصلتهم من خلال السلك ده. هنبدأ نقيس كده، هنوصل كهرباء ونقيس مع بعض ال 13 فولت. كده انا وصلت الكهرباء اهي، طبعا نورت معايا الشاشة اهو. هنبدأ كده نقيس ال 13 فولت. ادي طرف هنا على الارض اهو، وادي طرف هنا اهو، ده عليه كام؟ 13 فولت اهي. طيب هنا على الاربع اطراف دول كام؟ 13 فولت اهي. يبقى احنا كده نقلنا ال 13 فولت من هنا للاربع اطراف دول عشان زي ما قلنا تروح على كارتة البانل. طيب هنبدأ كده يبقى احنا استغنينا على الترانزستور. طيب ودي طبعا كانت فاصلة معايا بيانات بسبب كده. طيب هنبدأ نقلب بقى الشاشة ونشوف الشاشة جابت معايا بيانات ولا لا. كده الشاشة اشتغلت معايا اهي يا اصدقاء. هنبدأ كده اهو بالزر ده كده اهو، جايب معايا كده طبعا اهو. اوكي، طبعا كده الشاشة جابت معايا بيانات زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى معلش هرجع تاني للشاشة كده من الخلف. يبقى كده يا اصدقاء عرفنا ان الترانزستور ده بياخد معايا طبعا او بيخرج معايا ال 13 فولت يوصلها للاطراف دي. فطبعا زي ما قلنا هما طريقتين، يا يعني نستبدل بترانزستور يا اما نعمل كوبري ينقل معايا ال 13 فولت دول للكارتة بتاعة البانل دي. كده قطعت معايا بيانات بسبب هذا الترانزستور. طبعا دي معلومة حبيت اشاركها مع حضراتكم عشان لو محدش عارف يعني. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعمنا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.